عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد نطرح على نفسه سؤال وعليه وعلى خوتي سؤال. آخر مرة نمت النبي وينتا؟ الإنسان يعيش 70 سنة. 70 سنة ينوم كاع الناس، ينوم البقر وينوم الجنون وينوم الهوايش وينوم الذئاب يدكم مورا وينوم الكلاب يدكم مورا وينوم يبات تالع في منامه إلا رسول الله. والنبي قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، في رواية لا يتصور بي. على ما يشوفوش النبي عليه الصلاة والسلام. أتعلمون لماذا لا نعرف شيئا عن رسول الله؟ لا نعرف لا نسبه ولا أزواجه ولا بناته ولا أولاده، لا نعرف سنته ولا هديه ولا شرعه، لا نعرف شكل رسول الله وصفاته الخلقية والخلقية. النبي موصوف، النبي عليه الصلاة والسلام الأوصاف نتاعو كأنك تراه، كأنك ترى أوصاف النبي: طويل قصير، عينيه كيف دايرين، حواجبو كيف دايرين، شعره كيف داير، كتافو كيف دايرين، كرشو كيف دايره، رجليه كيف دايرين. أوصاف النبي كلها مذكورة، كلها مذكورة عليه الصلاة والسلام. حياة النبي من الولادة إلى الوفاة. أكثر من هذا، حياة النبي قبل أن يتزوج أبيه مع أمه مذكورة، وذكرها لنا العلماء وجابوها لنا الأتقياء والصالحين. ولكن وأسفا نحن لا نعرف شيئا عن رسول الله. ما نعرفوش باباه واسمه، ما نعرفوش يماه واسمها. اللي يعرف يماه ما يعرفش يماه واسمها، ما يعرف كلش. إلا عن رسول الله لا نعرف شيئا. ما نعرفوش النبي وين تزاد، ما نعرفوش النبي. يعرف الجزائر متبسلتها من راس متالتها، يعرفها كاع يتينا، يعرف التجاره كاع، يعرف العالم. كاين اللي يعرف العالم، يعرف سقسي على العالم، يعرفوا كاع يتينا، يعرف الطوموبيلات كاع، يعرف التليفونات كاع، يعرف العباد كاع، يعرف كاع يتينا، يعرف كاع يتينا. قول له وين كاين الزيت رخيصه يقول لك، وين كاين الحليب يقول لك، قول له وين كاين البطاطا رخيصه يقول لك، قول له كل سقسي يقول لك. قول له النبي وين تزاد؟ واش عارف؟ لا يعرف. لا نعرف شيئا عن رسول الله. ولهذا لازم تعرف، خاطش الا ما عرفش ما تقدرش تجاوب. عند الامتحان يكرم المرء او يهان. يجي الملكان يسقسيوك: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يسقسيوك على النبي وانت ما تعرف والو عليه. كيف تجاوب؟ انت ما قريتش، كيف نجاوب؟ انت ما حبيتش تقرا، كيف تجاوب؟ انت ما حبيتش تفهم. كنت حاب تفهم على الماكله، كنت حاب تفهم على الخدمه، كنت تفهم على الطوموبيلات طلعوا ولا هبطوا، واش هم يقولوا على الطوموبيلات. كنت حاب تفهم على كيف نصرونا طلعت ولا هبطت، وعلى الفريق الفلاني طلع ولا هبط. كنت حاب تفهم على علان وفلان. كنت حاب تفهم على اعراض الناس، وتعمر القرع وتعمر وتقرع جعل الناس. تحب تعرف عورات الناس وخبايا الناس ودسائس الناس. تحب تدخل الناس لديارهم لداخل وتحب تفهم. كنت حاب تفهم. صح عن رسول الله كنت ما تحاولش تفهم والو. ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ شوف المؤمن، شوف التقي. نسأل الله أن يجعلني وأن يجعلكم منهم. المؤمن والصالح والتقي يقول: هو عبد الله ورسوله. صح ماشي الجواب ماشي هكذا، بمعنى الجواب لازم له الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لازم لك ثبات، والثبات هذا لازم له دين، والثبات لازم له عقيدة، والثبات لازم له اعتقاد، والثبات لازم له صلاح، والثبات لازم له تقوى، والثبات لازم له إيمان، والثبات لازم له طاعة، والثبات لازم له خضوع، والثبات لازم له أنه تكون تفني حياتك لطاعة ربك سبحانه. والثبات أنه لازم تفهم الغاية التي من أجلها وجدت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا يقول: وهو عبد الله ورسوله. بالمقابل نعوذ بالله ونستعيذ أن نكون منهم. شوف العاصي اللي كان بعيد عن المسجد، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الإيمان، بعيد عن القرآن، بعيد عن العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رانا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان بعيد عن العمل تاع الخير، بمعنى تلقاه في القهوة، تلقاه في الشر، تلقاه في الترونسبور، تلقاه في الطريق، تلقاه في كل بلاصة إلا في المسجد. كاين اللي تلقاه في كل بلاصة إلا في المسجد ما تلقاش. وكاين اللي تحوس عليه تلقاه في المسجد. كي ما تلقاش تلقاه في المسجد، بمعنى من أهل المسجد، من أهل القرآن، من أهل الصدقة، من أهل الخير، من أهل عيادة المريض، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهل الأرامل، من أهل الأيتام، من أهل المساكين. بمعنى وين تروح تلقاها عنده بصمة، وين تروح تلقاه يقول: نحن هنا.
إن شاء الله بيجعلنا منهم. شوف بالمقابل، شوف العاصي البعيد عن الله عز وجل، يقول يقعدانه من ربك؟ يقول ها لا أدري. احنا ذاك بالنا باللي الجواب عادس بسيط، من ربك؟ هذاك الموقف يقول ها لا أدري، ما نعرفش، موش عارف، خاطش ما كانش يعرف ربي، ما كانش يعرف ربي، ما كانش يعظم ربي، ما كانش يقدس ربي، ما كانش يمجد ربي، ما كانش كان لا يقيم لله إلا ولا ذمة، كان لا يقيم لله إلا سبحانه وتعالى، لا يقف عند حد، ولا يقف عند حرام، ولا يقف عند كبيرة، كان يدير كلش، خضر عنده كاع الشيش، كان يدير كلش ويقول كلش ويأكل كلش، حيني اليوم وقتني غدوة، فيقول ها لا أدري. فيقول الملكان وما دينك؟ دين تاعك شنو هو؟ سقسيو على الدين تاعو. هو كان يعيش في الجزائر، اللي قال عليها ابن بديس الشعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب. كان يعيش في الجزائر، بصح ما كان بعيد على الدين، كان خارج من الجهه التغطيه على الدين، كان خارج بعيد على الدين قاعدينا، ما عندوش علاقه قاعدينا بالدين، الا انه جزائري ومسلم برك. هذا ما كانوش يعرف الدين تاعو، كان والو، كان يصلي، كان يزكي، كان يقرا قران، كان يجي للمسجد، كان يحضر حلقه، ما كان. فيقول انا وما دينه؟ الدين تاعك وشنو هو؟ ما يعرفش، ما كانش، كان بعيد على الدين، كان ما يعرف والو على الدين تاعو. وهذا كاينين احباب رسول الله، كاين احباب رسول الله. مرة من المرات الإنسان كان خارج مجال التغطية. لما الإنسان يكون خارج مجال التغطية، مرة من المرات إنسان ماتت الزوجة نتاعو، ولينا نعظموا له في الآجر، كان هو خاطي قاعدين، كان بعيد، احنا نعظموا له في الآجر ويقول لنا إن شاء الله ردها لكم في الفرح. ما يعرفش، بعيد، كان بعيد. فيقول من ربك؟ ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، ما أنا مش عارف دين تاعي شنو هو، أنا كنت في الدنيا عايش بلا دين، كنت عايش وخلاص، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كنت ناكل ونشرب، وعندي طوموبيل ومزوج ديداري، ونزهى ونحوس، وسخنا قلب اللوز وزلابية وشربات، والمهم وشبع الكريشة وخلاص وقضي الأمر. ها لا أدري. فتقول الملائكة وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيكم رسول، نبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم. وش كنت تعرف عليه؟ انت وش كنت تعرف عليه؟ شوف اللي يكون بعيد على الله عز وجل، اللي بعيد على الحلقة، اللي بعيد على الطاعة، اللي بعيد على المسجد، فيقول ها لا أدري. عمره ما عرف رسول الله. سقسيوا على الطوموبيلات، سقسيوا على الديار، سقسيوا على البيعوشة، سقسيوا على التجارة، سقسيوا على التليفونات، يعرف يجاوب. سقسي على لي جواب، سقسي على الفنانين، سقسي مول المغرب وشو يديروا سكيتش، سقسيه يعرف. سقسي على رسول الله. هو كان بعيد، ما عندوش علاقة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا أدري. فيقول أحد الملائكة، وهو الأخطر، فيقول أحد الملائكة لا دريت ولا تليت، فيضربه بمقمعة مسيطة، مارطو سميها كما حبيت، فيضربه أحدهما بمقمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصيح صيحة، يعيط تضبيحة ويضبع تضبيحة، يصيح صيحة يسمعه كل شيء، الثقلين إلا الإنس والجن، يسمعوا كل شيء إلا الإنس والجن. في حديث النبي قال والله لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت غبارا. ثم أحباب رسول الله، شوف المؤمن، شوف الصالح، شوف اللي عاش في بيت ربي، وعاش في الطاعة، وعاش مع القرآن، وهو في القبر تاعو يأتيه رجل، اللهم اجعلنا منهم، يأتيه رجل أحباب رسول الله أبيض الثياب، حوايجه بيض، أبيض الثياب، أبيض الوجه، حسن الريح، حسن المنظر. فيقول ذلك الميت من أنت يرحمك الله؟ من أنت يرحمك الله؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا الصلاة ما عرفنيش، أنا الصيام، أنا القيام، أنا التراويح، أنا الصدقة، أنا الإيمان، أنا الذكر، أنا التسبيح، أنا الركوع، أنا السجود، أنا قيام الليل، أنا عملك الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحباب رسول الله. بالمقابل شوف العاصي،
شوف العاصي البعيد عن الله، اللي بعيد أحباب رسول الله، خارج مجال التغطية، نسى الغاية والوظيفة الذي من أجلها وجد ومن أجلها كان في هذه الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسب وقيل جيتوا ورحتوا ما كانش حساب، يظهر لك هذا الحساب. شو أما العاصي فيأتيه رجل أسود الثياب أسود الوجه سيء المنظر نتن الريح والعياذ بالله، يجيك أحوج كحل وتشو ماشي شباب، الرائحة تاعو نتنة إلى حد لا توصف، سيء المنظر. فيقول ذلك الميت: من أنت يرحمك الله؟ شكون أنتيا؟ يقولوا أنا ما عرفنيش. شكون نتايا؟ يقول له: أنا عملك السيء، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا الحرام، أنا الربا، أنا سوء الجوار، أنا قطيعة الرحم، أنا الكذب، أنا الزور، أنا البهتان، أنا ما عرفتنيش أنايا، أنا حقوق الناس، أنا أرزاق الناس، أنا مظالم الناس، ما عرفتنيش أنا. من أنت يرحمك الله؟ يرحمك الله. يقول: أنا عملك السيء. شوف المؤمن لما يعرف يفتح له باب من الجنة ويفرش له فراش من الجنة ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لا، لأنه يعلم ما عند الله أعظم. شوف المقابل، شوف المنافق، شوف الفاسق، شوف العاصي، يفتح له باب من النار، يفرش له فراش من النار والعياذ بالله، ينضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فيقول: ربي لا تقم الساعة. واحد راقد على الجمر وهو بيفتح له باب من جهنم وضيق عليه القبر حتى اختلفت أضلاعه ويقبل هذيك المعيشة، يقول: ربي خليني معليش هنا، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لا، لأنه يعلم أن ما عند الله أعظم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما عند الله أعظم، في الثواب أعظم، وفي الوزر وفي العذاب أعظم أحباب رسول الله. ولهذا أحباب رسول الله رمضان هو البساط يسحب من تحت أقدامنا. حافظوا أحباب رسول الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات أحباب رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. بمعنى شحال صام؟ من صام رمضان شحال صام؟ شحال؟ 30 ولا 29 يوم، هكذا ولا لا؟ من صام، النبي قال: من صام رمضان 30 ولا 29 يوم. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يسمى لازم شحال يقوم؟ 30 ولا 29 يوم. ولهذا العلماء قالوا: الإنسان يصلي 10 أيام تراويح وما يزيدش، 5 أيام تراويح وما يزيدش، 3 أيام تراويح وما يزيدش، بغير عذر. أصحاب الأعذار هذاك ربي سقط عليهم، أنا نتكلموا بغير عذر، ما يدخلش في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قالوا الإنسان، العلماء قالوا: لو كانت تصلي نتايا تصلي 27 يوم وما تكملش الشهر، ما تدخلش في هذا الحديث، تسقط من هذا الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. خاطر النبي قال: رمضان، من صام رمضان ومن قام رمضان، بمعنى مد ديال للآخر. ولهذا أحباب رسول الله محتاجين، النبي قال: بادروا بالأعمال الصالحة. يجري الأعمال الصالحة، بمعنى أنا ضربنا منه سمانة، اليوم 7 أيام أنا ضربنا منه سمانة أحباب رسول الله، بمعنى أنا في العدد التنازلي، دوك نبداو في العدد التنازلي قرآنا وقياما وصياما. أختم أحباب رسول الله، نسأل الله عز وجل التقى والنقى والسداد والعفاف والغنى، ونسأله اللهم من العمل ما ترضى. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واقبضنا إليك وأنت راض عنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.